اهلا بكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن الطريقه اللي انا ممكن من خلالها اسحب فلوس كاش في ايدي 165 الف جنيه من مكنه الاي تي ام الخاصه بالبنك الاهلي المصري. اوقات كتيره جدا بنبقى خارجين بره، بيبقى محتاجين داخلين مكان محتاجين كاش، وطبعا احنا عارفين ان حد الكارت حتى لو هو لو ان الكارت كبار عملاء او بلاتينم بيبقى اخره 30 الف جنيه في السحبه، ولو هو اعلى شريحه بيبقى 40 الف جنيه في السحبه، ده كده اقصى حاجه. طب انا ازاي من خلال استخدام منتجات البنك المختلفة مثلا زي مثلا المحافظ الإلكترونية وغيره وغيره أسحب الرقم ده من مكنة وأنا واقف مرة واحدة، ومش هحتاج استنى 24 ساعة عشان أسحب رقم تاني. هتيجي تقول له الرقم دوت مستحيل، لا هقول لك ان هو موجود وقائم، وهنعرف مع بعض الطريقه دلوقتي، وهنعرف مع بعض ازاي نقدر نسحب الرقم ده من المكنه وانا واقف مره واحده. عشان خاطر لو انا بره واحتجت مبلغ كبير ومش عايز وعايز اسحب الفلوس في وقت معين، او ان انا محتاج داخل مكان وعايز اسحب كاش طبعا، او ان مثلا في اجازه او في اجازه عيد ومحتاج يبقى في كاش في ايدي، والمكنه طبعا مش بتطلعش الرقم ده. هنعرف ازاي ان احنا ممكن نطلع الرقم ده من خلال المكنه. بس يا ريت قبل ما اكمل الحلقه سبسكرايب للقناه كده حلو، ولايك وشير الفيديو، وعشان خاطر ده بيدعمني ان انا اجيب لكم افكار جديده واحل لكم مشاكل تانية في سواء مثلا مشاكل خاصه بالتطبيقات او افكار جديده خاصه بالبنك. شويه معلومات هنعرفها الاول قبل ما اكمل الحلقه. انا عشان خاطر ان انا اسحب الرقم ده لازم اكون مستخدم منتجات البنك المختلفه. يعني ايه؟ لازم تكون عارف ان انت كعميل لما بتخش البنك ليك حق ان انت تاخد 3 كروت، حاجه اسمها كروت الميزه. كروت الميزه اللي بتتاخد دي بتاعت الطلبه. ليك حق ان انت تاخد 3 كروت، يعني لكل عميل له حد اقصى للكروت 3 كروت فقط لا غير. تمام. حد السحب بتاع الكارت اليومي 20 ألف جنيه لكل كارت. 20 ألف جنيه لكل كارت، يعني أنا لو معايا كارت ميزة ممكن أسحب منه في اليوم لغاية 20 ألف جنيه. تمام، دي أول معلومة. طيب، طبعا احنا عارفين ان حد الكارت اللي هنشتغل اول حد الكارت اللي هو السحب اليومي بتاع العميل العادي، اللي هو لو انا فاتح حساب عادي خالص، لا انا كبار عملاء ولا اي حاجه، حد السحب بتاع الكارت العادي اللي بيطلع لي 15000 جنيه من المكنه. يعني انا ممكن اسحب مكنه 15000 جنيه، كده يبقى معانا 15000 جنيه السحب العادي بتاع الكارت العادي، و3 كروت ميزة. كل كارت ميزة حد السحب بتاعه 20000 جنيه، يبقى 3 في 20 ب60 زائد 10 زائد 15 يبقى كده 75. كده حصلنا على أول 75 كاش ممكن أسحبهم من المكنة وأنا واقف. طيب، نكمل بعد كده. طب ازاي بقى اكمل في بقيه ال 165؟ طبعا كلنا عارفين ان يعني برضو ان في حاجه اسمها محفظه فون كاش، او المحافظ الفون كاش الخاصه بالبنك الاهلي. والمحافظ الفون كاش ليك احقيه بان انت يبقى ليك محفظه واحده على كل خط. يعني ايه؟ لكل شركه قصدي. يعني انا مثلا لو انا عندي خط فودافون كاش، خط فودافون وخط اورنج وخط اتصالات، حقي ان انا يبقى عندي محفظه على خط اللي هو ايه الفودافون، ومحفظه على الاتصالات، ومحفظه على اللي هو الاورنج. تمام. فلو انا عندي 3 محافظ، حد السحب اليومي من كل محفظه لو انا عاوز اسحب من الكاش من المحفظه، حد السحب اليومي بتاعه كام؟ 30000 جنيه لكل محفظه. 30000 جنيه لكل محفظه. تمام كده. طيب، يبقى كده 30 في 3 ب90 زائد اللي هو ال 65000 زائد اللي احنا قلنا عليهم 75000 جنيه، يبقى التوتال اللي انا ممكن اسحبه من المكنه وانا واقف 75000 جنيه. كام؟ 165000 جنيه، اللي هو 75 زائد 90 يبقى الاجمالي 165000 جنيه. كده وصلت. تعال نشوف مثلا، يعني نشوف كده الارقام دي قدامنا عشان نعرف انا وصلت للرقم ده ازاي. زي ما احنا شايفين، انا حبيت اكتب الكلام ده برضو قدامنا. كارت اللي هو حد السحب بتاع الكارت الفيزا العادي 15000 جنيه، زائد عدد 3 كروت مدفوعه مقدما اللي هي كروت الميزه او كروت البريبيد. كل سحب كل كارت 20000 جنيه، يبقى التوتال 60. زائد عدد 3 محافظ فون كاش، كل محفظة 3 في 30 يبقى 90، يبقى الإجمالي 15 زائد 60 زائد 90 بيطلع التوتال 165000 جنيه. ده كده التوتال بتاعنا. حد هيسألني دلوقتي هيقول لي طب أنا إزاي لو أنا عليا حساب في جوه البنك، إزاي إن أنا أقدر أخصم الفلوس دي من الحساب؟ تمام. واحولها من خلال التطبيقات. طبعا لو البنك قافل، طب انا ممكن اعمل الايداع دوت. لو البنك قافل ممكن اقوم داخل الاول او عامل الايداعات ديت في المحافظ، واعمل الايداعات دي في الكروت واطلع اسحب براحتي. طب افرض البنك قافل وانا معايا فلوس في الحساب سيوله، وعايز ان اسحب الفلوس دي، اعمل ايه؟
طبعا كلنا عارفين ان انا لما بشتري يعني لما بعمل كارت ميزه. كارت الميزه ده المفروض بيظهر عندي على الاهل نت، وفي امكانيه في ان انا ممكن احول من حسابي الشخصي عن طريق الاهل نت من الحساب الشخصي لكارت الميزه. طب انا عملت مثلا، في بعض الناس بيجي شكاوي ان هو مثلا عمل كارت ميزه واتربط بالرقم القومي بتاعه وما ظهرش على الاهل نت. في الحاله اللي زي دي بيكلم الخط الساخن او بيرجع للفرع بحيث ان هو يعني يصمم ان هم يربطوا له او الكارت اللي هو الميزه بتاعه يظهر على الاهل نت. ساعه لما يظهر ممكن طبعا من خلال خدمه الاهل نت تعمل عمليه تحويل من حسابك الشخصي للحساب العادي بقيمه ال20,000 جنيه، وتقدر ساعتها تقدر تسحب من المكنه من بره. تمام كده؟ طيب. وطبعا الثلاث كروت المفروض هيظهروا قدامك، لو في كارت فيهم مش ظاهر بترجع للفرع او زي ما قلت وترجع للخط الساخن بيربط لك الكارت بتاع الميزه بخدمه الاهل نت وبيظهر قدامك على النت، تقدر تعمل تحويل من الحساب الشخصي لحساب كارت الميزه. تمام. طيب ده طريقه التحويل بتبقى ازاي، او طريقه التحويل من الحساب الشخصي لكارت الميزه ازاي؟ هسيب لكم حلقه تحت في الديسكريبشن بتاع الحلقه او صندوق الوصف بتاع الحلقه، هيوضح لكم ازاي طريقه التحويل من الحساب الشخصي لكارت الميزه. تمام. دي اول نقطه. يبقى احنا كده عندنا الثلاث كروت نقدر نحول لكل كارت فيهم 20,000 جنيه وانا واقف الاول عن طريق التطبيق، وبعد كده نخش على المكنه نسحب. خلاص كده. وطريقه السحب هي طريقه السحب العاديه اللي انت بتسحب منها من خدمه من الكارت طريقه الكارت العاديه خالص، او من الكارت اللي هو الاي تي ام العاديه. طيب نيجي بعد كده بقى مشكله الفون كاش. طب انا ازاي هحول من حسابي الشخصي للفون كاش الرقم ده؟ طيب عندنا خدمه الفون كاش ده في حاجه داخليه ان انا ممكن اربط المحفظه بالكارت اللي هو كارت الحساب ذات نفسه. يعني في عندي اوبشن كده فيه، او عندي اختيار في الفون كاش بان انا بربط المحفظه، محفظه الفون كاش بكارت اللي هو بمجموعه من الكروت، وليكن مثلا كارت الفيزا بتاعي، كارت الحساب بربطه بيه بحيث ان انا لما عاوز اشحن المحفظه بقوم خاصم اوتوماتيك على طول من الحساب بتاعي واشحن في رصيد المحفظه. وبقى كده قمت ان انا استخدم، عايز اشحن موبايل، عايز طبعا اسحب فلوس كاش ايا كان، بيبقى عن طريق المحفظه عادي. طيب كل اللي هيحصل ان هنربط الثلاث محافظ كل محفظه على حده بالكارت اللي هو كارت الفيزا بتاع الحساب. ولما عاوز احول طبعا هقوم محول من الحساب الشخصي او الكارت اللي هو الحساب من ال30,000 جنيه من الحساب الشخصي لرصيد المحفظه، فالمحفظه تتشحن. بعد كده اقوم داخل على المكنه اسحب من المكنه الرقم ده، مع ملحوظه ان حد السحب في الحركه الواحده للفون كاش بيبقى 8000 جنيه في السحب. يعني هسحب ال30,000 جنيه على 8000 جنيه كل مره، في 8 في 8 لغايه لما اخلص ال30,000 بتوعي من كل محفظه. كده اقدر ان انا اسحب الفون كاش من خلال ان انا اشحن الاول من الحساب، وبعد كده اسحب من المكنه من بره 8000 في 8000، او ان انا كمان ان انا اشحن الكروت اللي هو الميزه من عن طريق اللي هو برضو اللي هو الحساب الشخصي، وبعد كده اقوم ساحب من المكنه من بره زائد حد السحب بتاعي، اقدر ان انا اسحب 165,000 جنيه من المكنه من بره. تمام. طبعا مش هنتكلم عن المشتريات لان طبعا ليها اوبشن تاني او ليها حلقه تانية هعملها اقول لكم ان احنا ازاي برضو نستفيد من منتجات البنك. احنا ممكن نوصل لحد مشتريات عالي ونقدر ان احنا نشتري مثلا اكتر من الليميت بتاع الكارت العادي. تمام. برضو بالنسبه لموضوع ازاي اشحن المحفظه وازاي اربط المحفظه بالحساب الشخصي، هسيب لكم حلقه تحت برضو في ديسكريبشن او صندوق الوصف عشان خاطر الناس تتفرج عليها، لو حد ما يعرفش ازاي ان هو يربط محفظه الفون كاش بكارت الميزه، او ازاي ان هو يسحب عن طريق المكنه من بره. كده لغايه النهارده تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه فادتكم. منتظر اسئلتكم في التعليقات، ومنتظر برضو تعليقكم على الحلقه، هل الحلقه عجبتكم ولا لا. اشكركم جدا وان شاء الله بكم في حلقه جديده، ومع السلامه.